الاسعار من البدايه بعد التقديم لحد ما توصل هنا تركيا. الموضوع هيكلفك كام؟ عندي هنا 570 ليره. هنشوف ال 570 ليره دي هنا في تركيا اللي هي اجره يوم واحد هنا في تركيا هتجيب لنا ايه؟ مفيد جدا وعملي جدا يعني، خاصه للطلاب يعني اللي هم ما عندهمش وقت يذاكروا، ما عندهمش وقت يعملوا اكل. ده قبل ما ناخد لحمه، قبل ما ناخد فراخ، قبل ما ناخد اي حاجه خالص في الحاجات دي. الحساب هيطلع معانا كام؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني في فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن الاسعار، وهنتكلم في فيديو النهارده عن الاسعار بشكل كامل من البدايه لحد ما توصل هنا تركيا. ورحنا كمان ارخص ماركت هنا في تركيا عشان نشوف ايه الحد الادنى لليوميه بتاعه العامل هنا في تركيا تجيب لنا ايه. في البدايه كده هكلمكم بس عن مقدمه بسيطه عن الاسعار من البدايه بعد التقديم لحد ما توصل هنا تركيا. الموضوع هيكلفك كام من الاول للاخر. وما تنسوش الاشتراك في القناه، قربنا نوصل 1000 مشترك، وصلنا 1000 مشترك بسرعه، وتفعيل زر الجرس كمان. وكمان حطوا لايك للفيديو لو عجبكم، وكمان اكتبوا لي في التعليقات الحاجات اللي انتوا عايزين تشوفوها من تركيا وانا هصورها لكم كلها ان شاء الله. اول حاجه طبعا بعد ما بتفكر ان انت تيجي تركيا، اول حاجه بتيجي في بالك وهي التقديم. سعر التقديم بيكون كام؟ اولا التقديم دلوقتي فاتح في الجامعات الحكوميه التركيه من شهر 4 لحد شهر 12. التقديم شغال مش هيوقف. وانا طبعا بقدم للطلاب في الجامعات الحكوميه، او بمعنى اصح انا بساعدهم ان اقدم لهم في الجامعات الحكوميه التركيه هنا بمبلغ رمزي بسيط. فاللي عايز يقدم على الجامعات الحكوميه التركيه هنا في تركيا يقدر يبعت لي على رقم الواتساب اللي هيظهر على الشاشه ده، وكمان اقدم له على طول ان شاء الله، ونبدا مع بعض رحله التقديم والسفر لتركيا. بعد ما قدمت وجالك القبول دلوقتي بيجي قدامك على طول وهو التاشيره. سعر التاشيره 225 دولار، ده سعر التاشيره الطلابيه. بعد سعر التاشيره بيجي كمان قدامك على طول سعر اللغه التركيه. سعر اللغه التركيه 1000 دولار، ده للسنه الواحده بتاعت اللغه التركيه. السنه اللي بعديها بعدين التخصص بيكون ارخص بكتير جدا، وكمان ممكن يوصل سعره لنص سعر الطومة. بعد كده بيجي معانا تذكرة الطيران. تذكرة الطيران بيتراوح سعرها في اتجاه الواحد من مصر لتركيا مباشرة من 50 دولار ل 120 دولار. بعد سعر تذكرة الطيران بيجي معانا على طول برضو الإيجار هنا في تركيا، المكان اللي انت هتقعد فيه. طبعا انا هعمل فيديو بالتفصيل مفصل بشكل كامل عن السكنات هنا في تركيا، عن جميع السكنات هنا في تركيا. فانت لو هتقعد في سكن طلابي خاص، فسعر السكن الطلابي الخاص بتاعك ده هيتراوح ما بين 150 دولار ل 250 دولار، ده في الشهر الواحد. ده بيكون شامل الاكل والشرب والنظافه والفواتير وكل حاجه. لو انت هتتأجر شقه لوحدك خارج الفواتير، الايجار بس هيكلفك في حدود من 120 دولار ل 180 دولار. طيب دلوقتي بعد الايجار بيجي عندنا المصاريف العاديه اليوميه بتاعه الاسبوع. وعشان كده هنروح مع بعض البازار او السوق الشعبي هنا في تركيا، وهنشوف احنا لو هنجيب حاجات اسبوع كامل بيومية عامل الحد الادنى هنا في تركيا هنجيب ايه. ويلا بينا نروح للبازار ونشوف الاسعار بتاعتنا هتكون عامله ازاي. يلا بينا. عندي هنا 570 ليره. هنشوف ال 570 ليره دي هنا في تركيا اللي هي اجره يوم واحد هنا في تركيا هتجيب لنا ايه من ارخص سوق شعبي هنا في تركيا. وبعد كده لو الفلوس دي فاض منها هنروح ارخص كمان ماركت هنا في تركيا، وهنشوف هنصرف الفلوس دي ازاي. طيب دلوقتي احنا هنا في السوق، طبعا هنشوف دلوقتي الفلوس اللي معانا دي هنصرفها ازاي. يلا بينا نشوف. الاسعار طبعا بتكون اغلى حاجه اللي هم بيكونوا على الباب دول، فانا هفكر اخش دلوقتي جوه خالص لان الاسعار بتكون ارخص شويه. فطبعا احنا كطلاب لازم نفكر في التوفير. فهوريكم برضو الاسعار بتاعت كل حاجه هنا، حتى الحاجات لو انا مش هشتريها مثلا هوريكم الاسعار بتاعتها. يعني هنا مثلا تعالوا نشوف مثلا معانا الاسعار. مثلا هنا البيض عندنا 15 بيضه ب 55 ليره. عندنا التوم الواحده من دول ب 50 ليره. عندنا حاجات زي كده يعني. عندنا هنا الذره مثلا الاربعه ب 50 ليره مثلا. عندنا هنا البطيخ الكيلو ب 13 ليره، غالي طبعا، غالي جدا. عندنا هنا الخضروات مثلا ب 10، حاجات زي كده مثلا. عندنا هنا البطاطس ب 20 ليره، والبصل ب 15 ليره، والبتنجان ب 20،
والبط والجزر ب20، والطماطم اللي هي الصغيرة دي ب25. عندنا هنا الفلفل الرومي ب30 مثلا، والفلفل التاني ب30 كده يعني. حلو أوي. عندنا هنا الأسماك. عندنا هنا الجبن 150 جبن وأنواعها طبعا، والزيتون طبعا وحاجات زي كده. دلوقتي أنا هاخد الطماطم اللي هي الصغيرة هنا، الكيلو بتاعها ب 15 ليرة. الطماطم الصغيرة دي بتكون مسكرة، بتكون حلوة جدا. صوص طبعا دول ب 20 ليرة، دي أول 20 ليرة تروح. دلوقتي جيت هاخد جبنة، الكيلو بتاعها ب 170 ليرة. هنشوف، أنا هاخد نص كيلو، هشوف دلوقتي هيعمل كام معانا. Nasılsın abi? İyiyim, sen nasılsın, ne İyidir, yapıyoruz? iyidir abi. Video çekiyoruz. İyi, hadi İyi hayırlı abi. dersler. Sağ olsun, sağ olsun. sağ olsun abi، teşekkür ederim. طبعا اكتر من نص كيلو، فانا قلت له 85، فقال لي 85 تمام. يلا بينا. Ne kadar istedin? yarım kilo abi. Yarım kilo hemen verelim. Evet. طبعا دلوقتي خدت زيتون كمان ب50 ليرة. هنا برضو دي حاجات بتكون حاجات طبيعية جاية من المزارع بتاعة الأتراك نفسهم هنا في تركيا. يعني هما مثلا بيكونوا الفلاحين هنا مثلا بيكونوا عاملين الحاجات دي، وبيجوا هنا ايه، بيجوا هنا يبيعوها برضو. زي ما انتم شايفين كده، ده يعني هتلاقي مثلا ايه، هتلاقي البيض الفلاحي، هتلاقي الجبنة الفلاحي، هتلاقي مثلا الجبنة البيضة، يعني حاجات طبيعية جاية من الطبيعة على طول. هنا برضو عندنا البهارات. عندنا، بصوا هو في السوق الشعبي هنا هتلاقوا كل حاجة. يعني في الطرف ده في اللي هو الخضار، والطرف التاني كمان في اللي هو ايه، في اللي هو الملابس والادوات المنزلية والحاجات اللي زي كده. هنا مثلا حتى برضو هنلاقي الحاجات اللي هي زي بتاعة الحديد والحاجات دي، وبتاعة السكاكين والحاجات دي كلها. يعني في حاجات حلوة كتير جدا ممكن تلاقوها هنا. ممكن مثلا تجهزوا كل حاجة اصلا من الاسواق الشعبية هنا في تركيا. هنا برضو جينا هناخد بصل، نشوف دلوقتي. Tamamdır abi. 10 lira. Bereket versin. Sağ olsun، kolay gelsin. دلوقتي برضو ادي 10 ليرة اهي راحت. دلوقتي هاخد اللي هو المارول ده، المفروض ان هو ب5 ليرة. ناخد واحدة كويسة. Abi bakar mısınız? Tamamdır abi. Buyurun. Bir poşet verer misiniz? Teşekkür ederim abi. هنا حتى المكسرات برضو موجودة. يعني كل حاجة، ايه، الحلويات، المكسرات، البسكويتات، كل الدنيا موجودة. يعني انا في كل الحالات ما انصحش ان الطالب يروح اللي هو الاسواق او الماركتات اللي هي العلامات الكبيرة. يعني ليه؟ لان هو في الاول وفي الاخر نفس الحاجة، لكن هنا هتقدر توفر في الفلوس بتاعتك في الماركتات الكبيرة والتانية والحاجات دي. يعني الموضوع بيكون مختلف، ان انت بتدفع مقابل قيمة مثلا عادية، لكن مبلغ اكبر. يعني فاهم انت الفكرة؟ فانا ارجح للطالب ان هو يجي مثلا في اليوم بتاع البازار ده او السوق ده، ويجي ياخد كل حاجة الاسبوع ويعيش بالطريقة دي. يعني دي افضل طريقة ان هو يقدر يوفر في المصاريف يعني. حتى ادوات البيت برضو موجودة هنا يعني، فمش هتحتار في حاجة ان شاء الله. دلوقتي طبعا عندنا التفاح هنا الكيلو ب20. عندنا ده حاجة زي الخوخ كده، الاخضر الصغير. ده طبعا بيتاكل معاه الملح والليمون، بيكون حامض كده وبيكون طعمه. دلوقتي خدنا الريك ده. دلوقتي خلصت التسوق في السوق الشعبي، واتبقى معانا 360 ليرة. طبعا في بعض الحاجات بتكون نفس السعر بتاعها هنا هو نفس السعر في الماركتات العادية. يعني فما برضاش اجيبها من هنا عشان ما احملش نفسي كتير يعني وكده، فبجيبها بنفس السعر من الماركتات في وقت حاجتها يعني. والله بيت انا شغال باليمين. Ne kadar؟ tamam. 15 ليرة دلوقتي. tamamdır abla. لا طبعا اللي هو البوتشة دي.
Teşekkür ediyorum abla, kolay gelsin. يلا بينا نكمل دلوقتي الفيديو بتاعنا مع بعض. خلص البتاعة دي بعدين نرجع نكمل الفيديو. طيب دلوقتي جينا عند الماركت اللي هو الماركت العادي هنا في تركيا، وعندنا هنا الاي سبير. الاي سبير هو يعتبر من ارخص الماركتات هنا في تركيا. بعديه على طول يجي الشوك، وبعدين البيم، بعدين ميجروس، بعدين فيلا. يعني معظم الماركتات دي هتكون طبعا اغلى، فافضل حاجه وارخصهم هو الاي سبير. تعالوا دلوقتي هنخش مع بعض ونشوف باقي الفلوس اللي معانا دي هنصرفها ازاي في الاي سبير هنا في تركيا. يلا بينا نشوف مع بعض. اول حاجه طبعا عندنا مقارنه عليها خصم هنا 11 ليرة أو 12 ليرة. هنا بيكون طبعا في عروض كتير دايما. طبعا زي ما انتم شايفين هنا أسعار الخضار هتلاقوها أغلى من السوق الشعبي. هنا برضو ممكن تاخدوا الحاجات المدرسية، الألعاب، الحاجات اللي زي كده بتاعت الأطفال، الحاجات دي يعني. 145 ليرة ده غالبا أرخص شيء، ده ب84 ليرة، ده للنص كيلو بس. ده معجون الطماطم 23 ليرة، مش صلصة الطماطم، معجون الطماطم. الزيت هنا الكيلو ب48 ليرة ونص اللتر. هنا طبعا عندنا الرز، عندنا الكيلو هنا، ده الرز اللي هو زي الرز المصري بتاعنا، رز مصري زي بالظبط. الكيلو بتساوي ب27 ليرة. ناخد كيلو دلوقتي، وهناخد ايه تاني. هنا ده في عليه خصم 2 كيلو ونص، لكن برضو الكيلو وقع عليه ب55 ليرة، فأغلى بكتير جدا طبعا. الرز البسمتي برضو هنا ب57 ليرة، ده برضو غالي، فده أرخص حاجة 27 ليرة. ممكن هنا ايه، أنا بحب اللي هي الصلصة الحراقة دي، بفكر اخد منها واحدة دي، 31 ليرة، في عليها خصم، ففرصة حلوة. السجق، لكن ده سجق فراخ طبعا، عشان السجق البقري أو السجق العادي غالي جدا طبعا. هنا طبعا السجق البقري الكيلو بتاعه ب537 ليرة، ده الكيلو بتاعه ب147 ليرة، فأرخص بكتير جدا طبعا، فعشان كده بجيب سجق فراخ. أجيب اللي هو الفراخ ده. الفراخ ده طبعا هو بيكون مشوي وجاهز كده متغلف، فبنسخنه على طول في 5 دقايق بيكون جاهز. يعني بتحطه على الرز، المكرونة، أي حاجة تحطه في الخبز مثلا بيكون في دقيقتين جاهز، تاكله على طول يعني ما بيتأخرش. هاخد منه 2 هنا. الفراخ ده مفيد جدا وعملي جدا يعني، خاصة للطلاب يعني اللي هم ما عندهمش وقت يذاكروا، ما عندهمش وقت يعملوا أكل. هنا دي أسعار اللحوم. تعالوا كده نشوف مع بعض أسعار اللحوم هنا في تركيا. ده 400 جرام ب279 ليرة، الكيلو بتاعه ب700 ليرة. ده كيلو اللحمة ده. ده اللحمة المشفية يعني. ده هنا كيلو العظم ب54 ليرة ونص. لا ده مش الكيلو، الكيلو بتاع العظم ده ب136 ليرة. كيلو الفراخ هنا ب92 ليرة برضو. عندنا ايه تاني، عندنا هنا الكفتة. عندنا كيلو الكفتة هنا ب129 ليرة، ده ال240 جرام، الكيلو بتاعها ب537 ليرة ونص. ده اللي هو الكفتة البرجر. عندنا الكفتة العادية الكيلو بتاعها ب472 ليرة، دي اللي هي الكفتة العادية. دي أسعار اللحوم هنا برضو عندنا في تركيا. أنا غالبا في أو عادة ما بجيبش لحمة أصلا. اللحمة بناكلها في الجامعة، بيكون أرخص بكتير جدا يعني. مش كل يوم طبعا، بيكون في أكل الجامعة أيام وأيام كده في لحمة، فبنوفر فيها. ما بيكونش لحمة أحسن حاجة برضو، لكن برضو إيه، مش هنيجي نجيب الكيلو لحمة ب700 ليرة يعني، فاهم أنت الفكرة. بس يعني دلوقتي برضو هجيب اللي هو ايه، هجيب اللي هو حاجة زي الكفتة، بس كفتة فراخ برضو، مش كفتة بقري. الكيلو بتاعها بكام، الكيلو بتاعها ب120 ليرة. وهنجيب ناجت برضو، الناجت ده برضو فراخ برضو مش بقري، فالكيلو بتاعه ب132 ليرة. فدول الاتنين الواحد فيهم عامل 29 ليرة. العلبة الواحدة 250 جرام، والتانية عاملة 39 ليرة برضو، دي 400 جرام. فدي حاجات بتبقى ايه أرخص بكتير طبعا، وحاجات عملية بتبقى سهلة في تجهيزها وكده. طيب دلوقتي برضو احنا محتاجين مسحوق نوعين للبيت، فده عامل معانا هنا 30 ليرة. ده طبعا
مش مقاطعة. عندنا الفيري هنا عليه خصم لكن مقاطعة. يلا بينا دلوقتي نروح للحساب نشوف الحساب هيطلع معانا كام. ده قبل ما ناخد لحمة، قبل ما ناخد فراخ، قبل ما ناخد أي حاجة خالص في الحاجات دي. يعتبر حاجات بسيطة جدا. رز، 2 مكرونة، سجق، حاجات كده سريعة كده تتجهز بسرعة. أوصل. طيب دلوقتي خلصنا هنا من الايس بير كمان. الحساب كان 318 ليرة. فاللي اتبقى معايا دلوقتي غالبا مبقاش غير يعني 20 ليرة غالبا او حاجة زي كده. 20 ليرة دي انا ممكن استخدمها مواصلات لحد البيت كده اتجاه واحد. 15 ليرة يتبقى 5 ليرة. فانا همشي مشي عشان ما ادفعش 15 ليرة في المواصلات. يلا بينا. طيب دلوقتي بعد ما شفنا الاسعار في البازار وكمان في السوق الشعبي التركي، دلوقتي ممكن يكون اتبقى معانا حاجات بسيطة زي اللي هي الإجراءات بتاعة الإقامة أو الجامعة. الإجراءات بتاعة الجامعة مفيش بيدفع فيها أي مصاريف خالص، إلا لو أنت الشخص اللي هيثبت لك أو الشخص اللي أنت مقدم معاه ده وقت التثبيت طبعا هو بياخد منك فلوس. الفلوس دي هي بتكون المواصلات بتاعته من المكان اللي هو فيه للجامعة اللي أنت مقبول فيها. فالجامعه نفسها ما بتاخدش فلوس تثبيت، ولا الجامعه نفسها بتاخد فلوس اي اجراءات بعدين. بس انت لما بتيجي تعمل الاقامه بتدفع مصاريف التامين بتاعه الاقامه، وكمان بتدفع مصاريف الكارت بتاع الاقامه، وده كل المصاريف بتاعه الاقامه. المصاريف بتاعه الكارت كمان بتكون في حدود 500 ليره تركيه، يعني اي ما يعادل في حدود 15 دولار. المصاريف التامين بيكون 7 دولار حاجه زي كده، يعني مش كتير جدا. ده برضو مصاريف الاقامه. طبعا اظن دي كانت اهم الاسعار اللي الطلاب بيسالوا عنها. في طبعا اسعار تانية وهي اسعار التخصصات، لكن طبعا في فيديو انا هعمله للتخصصات لوحده خالص. طبعا هيكون في التخصصات اللي في تركيا كلها واسعارها كمان بالتفصيل الممل. طبعا انا شفت في تعليقات على القناه عندي وهو بيقول لي ان انت ليه بتشرح كل حاجه بالتفصيل على القناه، ليه ما تختصرش، ليه ما اعرفش كده. الفكره ان احنا بنتعامل مع طلاب، الطلاب دول احنا بنجيبهم لتركيا وبنغير مستقبلهم من مصر لمكان تاني اخر وهو تركيا، فالمستقبل بتاعهم بيتغير. فانت لو ما قلتش كل التفصيله الصغيره والكبيره للطالب ده فانت ممكن تغير حياته من الاحسن للاسوأ، او من يعني حاجات كتير جدا ممكن تغيرها في حياته. فانت لازم تديله كل التفاصيل عشان هو يقدر يقرر، وكمان يقدر هو يختار، وكمان ياخد القرار بتاعه عن اقتناع. عشان كده انا بحاول ان انا اشرح كل حاجة بالتفصيل وافيد في كل حاجة عشان الطالب ان شاء الله يكون يستفيد من الفيديوهات دي. وطبعا وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وحطوا لايك للفيديو، وكمان شيروا الفيديو لاصحابكم اللي بيفكروا انهم يسافروا تركيا عشان الافادة تكتر. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.